عندكم اي حاجه نحاس عايزين تلمعوها او استانلس او المونيا؟ انا النهارده عند اقدم واشطر صنايعي بيلمع الحاجات دي. دي قبل ودي بعد، بيطلع النحاس زي الذهب. هنا عم جمال في قلب الجماليه، باي حاجه بتطلع من تحت ايده بتبرق. ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا عنوانه ورقم تليفونه، وما تنسوش كمان تدعوا لنا. شغلانه اسمها ايه؟ دي فرشاجي. فرشاجي. ايوه. اللي بيلمع المعادن. معادن. ايوه. ايه المعادن اللي بتتلمع؟ الستانلس والنحاس، وفي شغل المونيا، جميع بقى النحاس الاحمر والاصفر والستانلس. كام سنه في الشغلانه يا عم جمال؟ طبعا 40 سنه. وانا عندي 13 سنه. كان اخويا الله يرحمه هو اللي معلمها لي. الله يرحمه. اخويا سمير. في ناس نحاس بس، في ناس ستانلس بس. بس انا عشان خبرتي بقالي كام سنه يعني بشتغل في جميع المهن. ما شاء الله عليك. ستانلس والنحاس وكل حاجه. هي اللي في ايدك دي ايه؟ دي شمعدان. شمعدان. ده بتاع بازار ولا بتاع حد؟ ده بتاع زبون. بتاع زبون. انت بتشتغل مع اي حد، ممكن زبون يجيب لك اي حاجه عنده نحاس تلمعها له، ويجي لي زباين ثانيه طبعا فيلل، وبيجي لي الناس دي كلها. ومهندسين بيجوا لي برضه، الحمد لله رب العالمين. مراحل تلميع النحاس بقى ايه المراحل؟ قول لي. المرحله الاول بتنزل ميه نقعه. دي ميه اسمها نقعه؟ متريون وملح بارود. متريون زي ميه النار كده، وملح بارود بتطهر. بتطهر حتى تنضفها. وبعد كده بتشتغل على ايه؟ وبعد كده بنغسلها ميه حلوه. وبعد كده نروح داخلين عليها فرشه سلك، نروح ملمعينها. فرشه سلك اللي هي قدام دي؟ هي دي. ايوه. ومفيش حاجه تاني بعد كده؟ لا، هي الفرشه السلك بس. اهم حاجه الفرشه السلك دي. هي اللي بتنضف لنا السلك. ما شاء الله. عشان يسهل لنا في الشغل كمان. الشغلانه دي ليها فنيات صح؟ يعني مش اي حد. مش اي حد، لا لا لا. وشغل اليوفط برضه. بنلمع يوفط. لازم فرشه سلك، وبعد كده لما زي بتدخل على الفرشه القماش اللي هي دي. ايوه. يعني ده كله هيتلمع على القماش تاني؟ على القماش تاني. وعلى ما شاء الله. انت كده خلصت السلك. هدخل بقى على مرحله القماش. حد بيتعلم الشغلانه دي ولا لا يا عم جمال؟ قليل والله، كل دلوقتي بيبص على التكاتك وبيدور على الحاجه السهله. ما بيدورش على الحاجه الايه؟ اللي فيها مجهود. فيها مجهود. انت دلوقتي حطيت ايه بقى؟ دي اللي هناك دي ايه؟ دي جماطه. دي جماطه. ايوه علم الناس كده. جماطه. وبعدين انت بيجيلي طلبه في الكليات برضه بعلمهم بوريهم. بتوريهم؟ ايوه لازم طبعا. بنات، في بنات بتيجي وفي مرضى تبقى القطع سخنه قوي يا عم جمال. انا بمسكها في هو تاني. لا سبب دلوقتي خالص. ما شاء الله عليك. انت كام سنه دلوقتي؟ يعني 62 سنه. ربنا لسه شباب يا عم جمال. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. انت من سكان الجماليه اصلا؟ لا، عين السيره. ومتجوز بقى وقاعد في الهرم ومعايا اولاد. يعني انت كل يوم تيجي من الهرم للجماليه؟ ما شاء الله عليك. في شغلانات بتبقى صعبه يا عم جمال؟ في طبعا. زي اللي في ايدك ده انا حاسس انه صعب. ده سهل شويه غير اللي يفط وغير الحاجات اللي هي صعبه شويه. في حاجات اصعب منها. حاجات اصعب من كده كمان. امال ايه؟ بس خطر يا عم جمال. انا شايفك متعور اهو. ده من فرشه السلك. من فرشه السلك. عادي بقى. ما بتلبسش ليه جوانتي يا عم جمال؟ واخدين على كده. ما تعرفش تلبس جوانتي وتشتغل؟ لا، لازم نتعور ولازم كده. بص متعور اهو ولازم اشتغل. ما هو ده. بص ده وبشتغل عادي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا بقى بيدينا الصحه في الحاجات دي كلها. بصوا بقى اللمعه بقى هتبدا تظهر اهي. ما شاء الله عليك. انما انت واقف انت واللي معاك صبي في الصبي ده ابن بنت الله يرحمه. والله ابن بنتك؟ الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. اسمك ايه؟ محمد. محمد. اتعلم من جدك؟ ما شاء الله عليك. في مدرسه. وقال لي يا بابا انزل اقف معاك، قلت له تعالى يا حبيبي. ربنا يرحمه يا رب ويقدرك عليه يا حبيبي. الحمد لله. وربنا بيرزقني برزقهم. ربنا يرزقك. الحمد لله رب العالمين. طب انت ما بتلمعش الحاجات الاواني بتاع البيوت؟ الحلل والحاجات دي. الحلل والالمونيا والستانلس. بلمع لهم اللي هو الستانلس.
يعني ينفع تلمع اي حاجه بلمع ستانلس؟ السلس، ايوه. لان دي مشكله البيوت كلها دلوقتي. بلمع السلس. اتصالات الزيت والحاجات اللي هي اي حاجه عليها حاجه وحشه بعملها لك. بتلم. ده فاضي. ده انت كده عشان الناس كلها بتدور عليك اصلا. ايوه الحمد لله. ما شاء الله عليك. التكلفه بتختلف حسب النوع المعدن، يعني النحاس غير الالومنيا والاستانلس؟ كل حاجه ليها حاجه. كل حاجه ليها سعر. الالومنيا ليه سعر والنحاس ليه سعر كده. بس انا ما ببقاش بما يرضي الله عشان حرام عليا، ما بحبش اخد زياده ايه من حد. يعني ما بطمعش، انا باخد حق الجماطه، حق الفرشه كده، وحق النور، الكلام اللي بالك منه ده بس. ربنا يزيدك يا حبيبي. وربنا بيبارك في القليل. ربنا يبارك لك يا عم جمال. يعني ايه ما ناكلش الناس. في ناس بتستغل الناس، احنا ما نعرفش. بتراعي الناس. بتراعي ربنا. بتراعي ربنا فيهم طبعا. عشان ربنا يرزقنا برزقهم. انت بتتمنى ايه بقى من ربنا سبحانه وتعالى؟ انا بتمنى الستر، وربنا يخلي لي عيالي والحاجه وبس. ربنا يخليها لك. بس. عملت عمره ولا لا؟ لا والله لسه، الحاجه هي اللي مش هتعملها. لا ان شاء الله تعمل انت والحاجه. انا نفسي الحاجه بس. وانت وهي ان شاء الله. اسمع في الحاجات دي، اسمع فيها جامد على ان فكره. شاء الله. لا والله بنطلع الحمد لله. ان شاء الله نطلع جماعه كلنا والله. الحمد لله والله الحمد لله. ربنا يزيدك. امين يا رب. بتيجي الساعه كام الورشه؟ انا ان شاء الله بكون هنا الساعه 10. انا باجي 10 النهارده الصبح. 10 بكون فاتح. بعتبر نفسي مش شغال، بعتبر نفسي شغال في الورشه. مش صاحبها؟ لا انا مأجرها. انت بتعتبر شغال فيها؟ بعتبر شغال فيها. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه؟ لو خدت اللي انت صاحب ورشه تقوم الساعه 1 تقوم الساعه 2 هتعمل فيها معلم، ما ينفعش. ما لازم تبقى ايه؟ تعتبر نفسك ان انت شغال في الورشه، مش صاحب ورشه ولا بتاع. خد بالك عشان ربنا يرزقك. والرزق بيحب ايه؟ الصحيان بدري. ايوه قول للشباب لسه كده. جوه سيبها. ايه؟ انصح الشباب. لا مش تقول معلش يعني، لا تقول لنفسك ان انت ايه؟ شغال. او لو واقف مع ابوك، واقف مع اخوك، تعتبر نفسك ان انت شغال عندي. تنزل بدري، تشوف شغلك، تشوف حالك، ربنا يكرمك. لكن انام معلش، ربنا يكرمك منين غير الا بالشغل؟ تنام وتقول الشغل هيجي لي؟ والله ما تنفع. ولا ايه؟ عندك حق. انا في سني ده معلش، ولادي برضه يقولوا لي يا بابا ريح بقى كفايه كده عشان انت سنك كبر والكلام ده كله. انت مش عايز تريح؟ انا اريح ازاي؟ اخلي عيالي يصرفوا عليا؟ لا ربنا يبارك لك في صحتك وفي عمرك. معلش. عيالي صلاه النبي شباب وكبار، ويا بابا اقعد ده انت فخر ليهم. خدت على الشقه. لا العيل برضه عايز يريحك. ايوه. والله ما ينفعش. ده معلش لو خدت من ابنك اديت ايدك معلش لابنك مش هتعرف تتكلم معاه. ولا ايه؟ عندك حق. معلش مش هقدر اقول له لا ما تسهرش بره، لا ما تقعدش، واخد بالك؟ مش هقدر اتكلم معاه. ليه؟ ابني بيصرف عليا. لا ما بحبهاش. طبعا اهالينا عودونا. الشقه. مش احلى حاجه في الدنيا الشقه. ولو عيان، هي عندي السكر على فكره. الف سلامة عليك. عندي سكر، واخد علاج السكر. بس الحمد لله ربنا يديني الصحه وبشتغل. والحمد لله ما بحتاجش حاجه من حد. دي اهم شيء في الدنيا. اللي انت ما تسيبش ايدك لحد. شرف ليا اقسم بالله ان انا مع الراجل الجميل المحترم حبيبي ده حبيبي اللي بياكلها بعرق جبينه. الحمد لله. عايز اقول لكم القرش الحلال ممكن يتعب ظهرك بس عمره ما يكسر عينك. لا 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 لا. ربنا يبارك فيه. وبيبقى فيه بركه. طبعا. بيبقى فيه بركه. القرش القليل ده بيبقى فيه بركه. ده راجل 100 الاسطوره. شغله 100. ايوه. مستر مالك فرشاكي 100. احنا هنا في وكاله بزرعه في قلب الجماليه، يعني من مكان ما يتوهش خالص. اسالوا على عم جمال، هاتوا اي حاجه عندكم عايزه تتلمع هاتوها للراجل ده. ربنا يبارك في عمرك، اشوفك على خير دايما. عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل لما يرضى العبد بيزيد من هداه.